إلى أي لجنة أخرى، أو دون الرجوع إلى الشعب، أو دون الرجوع إلى أي مؤسسة تشريعية. لكن ما حدث في سوريا حقيقة ربما أمر مختلف، وهو قيام رئيس الدولة أو رئيس السلطة الجديدة في سوريا التي نتجت عن ثورة شعبية بتكليف لجنة من خبراء لصياغة هذا الإعلان الدستوري. وهذا يعني أننا نحن ذاهبون إلى وثيقة أشبه بدستور دائم للبلاد. هي بالتأكيد ليست دستور دائم، إنما لتسيير أمور مرحلة انتقالية، لكن يبدو في التفاصيل التي سيتناولها هذا الإعلان هي أشبه بدستور دائم للبلاد. وإلا لما اضطر رئيس الدولة الحالية إلى الاعتماد على لجنة طيب خبراء هي تستمد شرعيتها حقيقة؟ لحظة أستاذي كريم، تستمد شرعيتها حاليا من الشرعية الثورية التي يعني استلمت سدة الحكم في البلاد. يعني هو يمكن اعتباره نواة لدستور قادم، أم الدستور القادم الدائم يختلف في مضامينه عن الإعلان الدستوري؟ بالتأكيد احنا عندما نتحدث أنه هاي الوثيقة الدستورية التي تتعلق بالمرحلة الانتقالية والتي سميت بإعلان دستوري، ونظرا لأنها ستصدر عن لجنة خبراء، نستطيع القول أنها ستتناول أمور موسعة تخص يعني الدولة وتخص الشعب، وبالتالي نستطيع القول أنها ستكون نواة لدستور دائم للبلاد. الفرق بين هذه وتلك أن الدستور المستقبلي الدائم للبلاد سيستند إلى الشرعية الشعبية، وذلك من خلال عرضه على الشعب وإجراء استفتاء على هذا الدستور بعد أن تقوم لجنة خبراء موسعة حقيقة بسن الدستور الدائم للبلاد. طبعا هل ثمة نماذج يعني دائما يسأل المشاهدون، يظن البعض أن سوريا حالة غريبة عن غيرها من الدول، يعني هل ثمة نماذج شهدتها بلاد أخرى لعملية مشابهة للإعلان الدستوري أو وثيقة دستورية أو دستور مؤقت، وهو يعني شكل من أشكال الانتقال السياسي المعترف به عالميا، أم سوريا حالة فريدة نادرة عن غيرها من دول العالم؟ لا بالتأكيد هي ليست حالة فريدة بالنسبة ما يخص الوضع في سوريا. يعني كما تعلمون كل البلاد التي حدثت فيها انقلابات عسكرية، كل البلاد التي قامت بها ثورات وأسقطت الأنظمة، يعني قامت حقيقة بإصدار إعلان دستوري، وهذا أمر ضروري حقيقة لتسيير أمور المرحلة الانتقالية، لأنه أنت انتقلت من مرحلة إلى مرحلة أخرى مغايرة تماما، وبالتالي خلال ترتيبات شكل الدولة الجديدة سيكون هناك مرحلة انتقالية. هذه المرحلة الانتقالية تحتاج إلى وثيقة دستورية تستند يعني إليها السلطات القائمة في هذه البلاد بأن تسير شؤون الدولة خلال وشؤون المواطنين خلال المرحلة الانتقالية. وهذا حدث يعني نتحدث في عصرنا الحديث، يعني وخصوصا ما يتعلق بثورات الربيع العربي. يعني صدر إعلان دستوري في مصر حقيقة، أصدره المجلس العسكري عند قيام الثورة في مصر. يعني كان دستورا مختصرا حقيقة، حدد فيه صلاحيات رئيس الدولة وربما قيدها، حتى مو بس حددها قيدها للأسف في مصر. ولكن هناك أيضا صدر إعلان دستوري في ليبيا بعد الثورة الليبية، وكان يعني أنا أستطيع أن أشبه الوثيقة القادمة في سوريا والإعلان الدستوري القادم في سوريا سيكون أشبه بما حدث من إعلان دستوري في ليبيا. الإعلان الدستوري الذي حدث في ليبيا 2011 حقيقة كان أشبه بدستور دائم للبلاد، ناقش كل تفاصيل الحياة وحددها، حدد السلطات بكامل تفاصيلها، حدد الحقوق والواجبات للشعب، يعني تناول كل هذه الأمور. إلى ضيفنا من هاتي الأستاذ مصطفى النعيمي، حياكم الله أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، حتى الآن مضامين الإعلان الدستوري هي مجرد تسريبات، يعني لم تصدر هذه المضامين بشكل فعلي. باعتقادك ما هي أهم المواد التي يجب أن يركز عليها الإعلان الدستوري، المواد التي تطمئن تمس الشارع السوري بشكل مباشر؟ تحياتي لك أستاذ فاروق، تحياتي لضيفك الأستاذ حمد والأستاذ المشاهدي راديو مسك الكرام.
وسعيد جدا بالانضمام مجددا لقناتكم المباركة. طبعا لا شك أن هنالك الكثير من المواد الرئيسية التي تهم الشارع السوري، وهي على سبيل المثال نحن نتحدث عن المرحلة الانتقالية ما بعد الدستور المؤقت بالتحديد، والدستور الكامل الذي سيكتبه بعد تشكيل مجلس الشعب والانتخابات التي ستجري، كلها مسائل متعلقة مع بعضها البعض. فبالتالي الرسائل التطمينية التي سيتضمنها الدستور الذي يتم صياغته اليوم أعتقد هي أهم يعني المقترحات التي من الممكن أن يتم من خلالها بناء الدولة السورية القادمة. نتحدث عن بعض التسريبات على سبيل المثال حول طبيعة دين يعني رئيس الدولة، علما بأن هنالك حالات مماثلة تحدثت أنا على سبيل المثال في العراق، هنالك مكونات مختلفة يعني لدى الشعب العراقي، لكن يعني حسب قراءتي ومتابعتي للملف العراقي فأعتقد مجلس الحكم الانتقالي لم يكن هنالك تحديدا لطبيعة يعني دين من يقود تلك الدولة، لكن مخاطر كبيرة تنجم عن مبدأ المحاصصة. ما زال العراق يدفع هذا الثمن، فبالتالي هنالك تخوفات كبيرة بأن يكون نظام الحكم قائم على المحاصصة، بمعنى آخر أن كل مكون له نسبة داخل تلك الدولة، بينما الأكثرية هي النسبة الأبرز بالنسبة للملف السوري. فبالتالي هنالك هواجس لدى الأكثرية من طبيعة تعاطيه مع المكونات السورية، وهنالك هواجس أيضا على الطرف الآخر للمكونات الأخرى. وبناء عليه أنا أعتقد بأن المرحلة القادمة سنشهد نوع من الانفتاح على كامل الشعب السوري، لا سيما وأن من يعد هذا الدستور سواء كان الانتقالي أو الدائم لديه الخبرة الكافية على مستويات عليا. نتحدث على هؤلاء الذين قد تخرجوا في أكاديميات عليا ويحملون شهادات دكتوراه في مجال القانون، أعتقد لديهم الخبرة الكافية من أجل إنقاذ الوطن السوري وإيصاله إلى بر الأمان. فبالتالي لا أعتقد بأنه سنعيد حلقة النظام السوري البائد بمسميات مختلفة وأساليب مختلفة التي كان من خلالها يتخذ من مبدأ المكونات ركيزة أساسية للقيام بتنفيذ جرائم بحق الشعب السوري وبحق الأكثرية السورية. انطلاقا من هذه الأرضية أنا أعتقد بأن المرحلة القادمة سنشهد مزيد من الانفتاح على المستوى الشعبي وعلى المستوى الدولي، وخاصة أن علاقات سوريا اليوم تختلف عن السابق بشكل كبير على مستوى السياسة الداخلية والسياسة الخارجية وتعاطيها مع الدول بشكل عام، كذلك أيضا عودتها إلى جامعة الدول العربية وربما حتى البعد العربي والانتهاء من البعد الإيراني والتدخل الإيراني. أعتقد من شأنه أيضا أن يحدد ملامح سوريا المستقبل، وما تكتبه اليوم سوريا المستقبل أعتقد أنه سيكون مثالا للكثير من الدول تحتذي به، خاصة وأن هنالك أزمات في المنطقة. نتحدث عن الأزمة اللبنانية والأزمة العراقية، الجرح النازف الذي استمر أكثر من 22 عاما وما زال يعاني. فبالتالي نموذج السوري سيكون هو مثالا لهذه الدول الجوار بشكل عام. وكذلك أيضا إذا ما تحدثنا عن طبيعة الدستور وأهمية ملامسته لحاجات الشعب السوري، بدءا بالانتقال السياسي وتشكيل الأحزاب وصولا إلى السلطات الكاملة للتمهيد لإعلان مجلس شعب أو برلمان حسب ما يتم اختياره، وصولا إلى الانتخابات التي أعتقد من شأنها أن تحدد الكثير من الأزمات لا سيما المراهنة على الفوضى. فأهمية وجود الدستور أعتقد من شأنه أيضا أن ينظم يعني الدولة من الداخل، لا سيما الأجهزة الأمنية الاستخبارية، وكذلك أيضا الكثير من الملفات العالقة لما يخص في الحديث دعني أقاطع قليلا في الحديث عن التنظيم أو ما يمس المواطن. يعني نحن نرى يعني منذ سقوط النظام هناك فئة يصفها البعض أنها دائما ما تضع العصي في عجلة الحكومة الانتقالية. اليوم تركز حول ما سرب في بنود الإعلان الدستوري بأن رئيس الدولة يجب أن يكون مسلما من خلال يعني البلد ذو غالبية إسلامية، فبدأ الكلام وأن هذا لا يجوز وهذا يعتبر إقصاء وطريق إلى الإقصاء وما إلى ذلك مع ما يمس المواطن كما يقال. يعني تعليقك على لماذا تعلق بعض الشخصيات حول كما يقال حول شيء هو من كما يقال من المسلم به في بلد غالبيته من المسلمين، من المسلم به أن يكون دين رئيس الدولة مسلم؟
نعم، حسب القانون السوري السابق أو الدستور السوري السابق أعتقد كان دين رئيس الدولة هو الإسلام، فبالتالي بناء انطلاقا من الدستور السابق من الممكن البناء عليه طبعا. وهنا لا أتحدث في الشق القانوني بالتحديد، ولكن هنا أتحدث عن الذين يضعون العصي في العجلات. لم نسمع تلك الأصوات ذاتها التي كانت هي ضمن مشاركتها في النظام البائد. بناء عليه أنا أرى بأن هذه الأصوات المعطلة بشكل عام هي تبحث عن الثغرات حتى قبل وقوعها، وذلك من خلال تسليطها الضوء على قضايا غير موجودة على الإطلاق. وانطلاقا من الملف العراقي أنا أرى وفق قراءتي ومتابعتي بأن حكومة المحاصصة كمكونات هي أدت إلى تمزيق العراق. وأعتقد فيما لو حصل ذات الاستراتيجية استخدمت في سوريا أعتقد من شأنها أيضا أن تمزق سوريا في ظل وجود مكونات مختلفة. فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه سيكون التصويت على تلك القوانين بناء على المكونات، فبالتالي من الممكن تغيير كثير من القوانين ومنها دين رئيس الدولة. لكن في ظل وجود حكومة تكنوقراط على سبيل المثال نتحدث عن كفاءات وليس كما كان يجري على سبيل المثال في العراق. نحن نحذر بشكل كبير عبر وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية ضرورة أن يكون هنالك تلافي للأخطاء التي حصلت في العراق، والانطلاق من من مشاركة كامل أبناء الشعب السوري بعيدا عن الإثنية والعرقية، وأن تكون هي حكومة كفاءات وليس كما يتطلبه البعض. وخاصة أن هنالك ضعف لدى كل من يضع العصي في العجلات. أنا أعتقد السبب الرئيسي في ذلك أن ليس لديهم حاضنة كبيرة، بحيث أنه حتى من خلال هذه الحاضنة لا يستطيعون أن يشكلون نسبة تغيير في هذا القرار. لذلك هم يبحثون عن المحاصصة، ولكن هذا أعتقد هذه الملفات حساسة جدا هي مرفوضة لدى نظام الحكم القائم ولدى أيضا المنظومة الدولية، خاصة وأن هنالك تجارب قد فشلت. وبالتالي انطلاقا من هذه التجارب التي فشلت في دول الجوار لن تعاد ذات الكرة في ظل وجود استراتيجية دولية واضحة ضرورة إعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط وسوريا بشكل خاص. في خضم الحديث عن حكومة الكفاءات، والسؤال هنا للأستاذ حمد، وزير الخارجية أسعد الشيباني صرح عدة مرات بأن سوريا يجب أن تحكم لا تحكم بطريقة الأكثرية والأقلية، وإنما عن طريق الكفاءات. الأكفأ هو الذي يستلم المنصب. هل هذا يعني أن الإعلان الدستوري أو الدستور الدائم مستقبلا لن يتطرق إلى الخصوصيات الثقافية أو اللغوية للأقليات إن صحت التسمية، أم أن كلام الوزير موجه فقط للتعيينات الحكومية لا يتحدث عن الخاصية الأقليات وما إلى ذلك؟ أولا أنا حقيقة لم يكن يصلني صوت الأستاذ مصطفى، كنت أود أن يصلنا الصوت حتى نستطيع التفاعل بما قالوا، لكن للأسف لم يصلني شيء من صوت الأستاذ مصطفى. على أي حال، فيما يتعلق بتصريح السيد أسعد الشيباني هو يتحدث في الإطار العام، وهذا كلام منطقي. الدولة يجب أن لا تحكم بمنطق الأغلبية ومنطق الأقلية ومنطق الطائفية، ونحن رأينا نماذج كثيرة من حولنا على المستوى العربي. اليوم احنا أكثر من 20 سنة بعد تغير الحكم في العراق، والعراق من سيء إلى أسوأ بسبب تغول هذا النموذج، وهو تغول المحاصصة الطائفية في حقيقتها لم تصل حتى إلى درجة محاصصة، إنما تحولت إلى حكم طائفي بامتياز تحت غطاء المحاصصة الطائفية، وهذا فيه أثر سلبي كبير على البلاد وعلى الشعب. تحدث الشيباني عن هذا الموضوع، وأنا أعتقد أنه يقصد أن لا تكون الأمور بهذه الصيغة فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية للبلاد، لأنه إذا خضعت السلطة التنفيذية للبلاد للمحاصصة الطائفية والعرقية فهذا نحن أمام إرباك كبير لمشاريع النهوض في البلد. لكن حتى نكون منصفين ومنطقيين في بلد فيه تنوع كبير، تنوع طائفي، تنوع عرقي، تنوع ثقافي، هذه الأمور يجب أن تحدد في الدستور في ظل الممارسة البعيدة عن السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية يجب أن تخضع للكفاءات حقيقة بغض النظر عن العرق أو الدين، وهذا فيه صلاح للبلاد حقيقة.
لكن أن بالمقابل أن تقصى باقي المكونات في الدستور من حيث الممارسة يعني الثقافية والشعائرية لأديانها وأعراقها، يعني أعتقد أيضا فيه أيضا إرباك لحياة الشعب وتأسيس لمزيد من الاحتقان الطائفي والعرقي. يعني نظام الأسد كما تعلمون صحيح أنه حكم بنظام شمولي وادعى أنه نظاما علمانيا يعتمد على الكفاءة على الرغم من أنه كان نظاما طائفيا يحكم بطائفية مقيتة، إلا أنه تحت هذا الشعار غيب باقي مكونات الشعب السوري من حيث حرمانها من ممارسة شعائرها، من ممارسة حياتها الثقافية، من ممارسة كل الأمور التي تتعلق بخصوصيتها. يعني كما قلت لك السيد الشيباني يقصد الأمر المتعلق بالسلطة التنفيذية للبلاد. هناك برلمان مؤقت سيكون يعني كما هو مسرب، الرئيس الجمهورية هو الذي سيحدد هذا البرلمان المؤقت. طيب باعتقادك كيف سيعتمد في تمثيله؟ هل على نسبة المكونات أم على نسب المحافظات؟ يعني كل محافظة مثلا محافظة دمشق أو ريف دمشق فيها 7 ملايين، مثلا محافظة الحسكة 2,000,000، يعني بالنسبة لعدد الأعضاء حسب النسبة السكانية المحافظة، أم سيراعى موضوع التنوع الطائفي أو العرقي إن صح التعبير؟ نعم، شوف سيدي، على الرغم من أنه مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في دمشق لا يحدد مسار حياة مستدام للشعب السوري حقيقة، هو يعني مجرد كان مؤتمر حوار على أثر غياب لغة الحوار بين الشعب السوري طيلة 6 عقود، إلا أنه يعني طبيعة الدعوات التي وجهت للمشاركين في مؤتمر الحوار تنبئنا على ما سيكون عليه البرلمان السوري المؤقت الذي سيعينه رئيس الدولة في قادم الأيام. شوف، مؤتمر الحوار الوطني اعتمد في قاعدته الأساسية فيما يتعلق بالحضور على الشرعية الثورية أولا، يعني بمعنى آخر ركز على الذين ساهموا بالثورة السورية من أجل إسقاط النظام، ولكنه بالمقابل تحت صيغة من الصيغ، على الرغم من أنه لم يحدد الدعوات على هذا الأساس، لم يغفل المكونات الدينية والعرقية ولا حتى المكونات المناطقية، يعني حضرت جميعها بصيغة مختلفة من خلال دعوة الأفراد، تمت الدعوة على أساس أفراد. كذلك ما سينطبق على البرلمان، على الرغم من أن البرلمان يجب أن يحظى بدراسة معمقة في هذا الاتجاه. البرلمان بالتأكيد سيراعي التمثيل المناطقي، أي تمثيل المحافظات، وتمثيل المكونات إن كان على المستوى العرقي أو الطائفي، لكن دون استخدام سياسة ممنهجة في هذا الاختيار. بالتأكيد هو سيركز على الشرعية الثورية كما حدث في مؤتمر الحوار الوطني، وأعتقد الأمور ستسير بهذه الصيغة. أستاذ مصطفى، يعني إذا مهد الإعلان الدستوري البيئة لإنشاء أحزاب جديدة، كما هو أيضا مسرب أن الإعلان الدستوري سيكون بيئة مناسبة لنشوء أحزاب جديدة لكن بشروط وعلى أسس وطنية، برأيك هل سوريا اليوم همها الأكبر هو إنشاء الأحزاب، أم الوقت سابق لأوانه إلى حين حل مشكلة الأمن والانتهاء بشكل فعلي من إنشاء جيش جديد كامل المعالم وتشغيل مؤسسات الدولة، يعني حتى لا تستغل قضية الأحزاب ويعاد وضع العصي بعجلة نهوض الدولة، لأن الدولة تنهض من ركام يعني. نعم، لا شك أن دور الأحزاب مهم جدا في كافة الدول، ليس فقط في سوريا، لكن في المسألة السورية بالتحديد في ظل يعني انتهاء النظام أو انهاء حقبة الأسد المظلمة، ربما لا تكون هي ضمن أولويات المرحلة، لكن بنفس التوقيت هي مؤسسة، هي ستكون يعني ناظمة للعمل داخل تلك المحافظات السورية، وبنفس التوقيت في ظل وجود أحزاب أعتقد بأن من شأنها أيضا
أن تحدد ما هي سقف الحريات، يعني طبعا بنفس التوقيت وبناء على الطرف الآخر طبيعة هذه الأحزاب وارتباط تلك الأحزاب وأهداف تلك الأحزاب والضوابط الناظمة لعمل تلك الأحزاب. أعتقد هو أولوية سورية، وسيتم إقرار قانون خاص بتلك الأحزاب للعمل. وبنفس التوقيت لما تحدثنا عن الأحزاب المرتبطة يعني بأحزاب خارج نطاق الجغرافيا السورية، أيضا سيتم بحثها نظرا لوجود تأثيرات كبيرة ربما قد تكون هي إيجابية أو سلبية، فبالتالي وجود قانون ناظم هو مهم جدا. وبخصوص موضوع أولويات المرحلة، أعتقد مؤسسة الأمنية أو الأمن والأمان وفرض الأمان هو أولوية وهاجس لدى كامل الشعب السوري، لكن بدون وجود أيضا أحزاب من الصعوبة بمكان، خاصة في ظل أنه الأحزاب هي جزء رئيسي ضمن مؤسسات الدولة، سيكون لها دور كبير في قضية البرلمان أو مجلس الشعب أو غيره من المؤسسات الحكومية، ويكون لها دور أيضا في عملية ضبط الشارع، لا سيما وأن هناك الكثير من الأحزاب التي تم مؤخرا يعني تم حلها. أعلن الرئيس السيد أحمد الشرع من خلال البيان الرسمي بأنه قد تم حل كافة الأحزاب، وتجاوز مسألة حل الأحزاب ووجود الأحزاب داخل مؤسسات الدولة ربما قد يساهم أيضا في عملية التعطيل. لاحظنا عملية الاستعصاء الكبيرة التي جرت في لبنان ربما قد تنعكس أيضا على الساحة السورية، لا سيما وأن الشعب السوري اليوم ربما في السابق كان ليس لديه يعني الفكرة اللازمة من أجل الانخراط ضمن الأحزاب، لكن اليوم نتحدث عن مسار واضح وكبير ليستطيع الشعب السوري أيضا من خلال تلك النواظم أن يكون له دور في بناء يعني على المستوى الحزبي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري والأمني وكافة مستويات يعني الدولة. نظرا لوجود أولويات، أنا أرى بأنه من المهم جدا عدم إغفال مسألة الأحزاب، نظرا لأن وجودها سيكون له دور أيضا تكميلي في ضبط مؤسسات الدولة بشكل عام. طيب، نحن نتحدث عن الدستور ورؤية الشارع السوري له. الآن كما تعلم سوريا تحت المجهر الدولي، والمتابع الخارجي من الدول الفاعلة إقليمية أو دولية لابد أنها ستراقب الإعلان الدستوري وتعقب عليه، وقد تستخدم بعض هذه الدول هذه الأمور كورقة ابتزاز لرفع العقوبات أو عدم رفعها، تقرير التعاون مع الحكومة الجديدة أو لا. أنت تعرف الدول خصوصا الدول الأوروبية نراقب ونرى وننتظر وما إلى ذلك، فهي بالتالي ستراقب عمل الحكومة، وتحديدا الآن الكلام عن الدستور. برأيك أيهما أولى، صياغة الدستور أو الإعلان الدستوري بما يقنع الشارع السوري، أم لابد من مراعاة موقف الدول الفاعلة والحديث عن الدول الأوروبية وأمريكا بشكل محدد يعني؟ نعم، طالما أن هنالك هدف استراتيجي واضح مفاده ضرورة إنقاذ سوريا إلى بر الأمان، فأعتقد المسؤولين في هذه المسألة لديهم قدرة على عملية تفكيك المعادلة الدولية وجلب المصالح إلى الشعب السوري، بحيث أنها تكون مشتركات فيما بين الشعب السوري والمنظومة الدولية. يعني على سبيل المثال تسليط الأضواء من قبل المنظومة الدولية حول مخرجات العملية السياسية بشكل عام، أعتقد هي مهمة جدا لا يمكن تجاوزها في ظل وجود من يضع على صيف العدالات والتجاذبات التي نتحدث عنها من خلال التجاذبات السياسية الحزبية وغيرها. فإنهاء هذه التجاذبات من خلال وضع أطر ناظمة للدولة السورية، سواء كان على المستوى القانوني أو الحزبي أو حتى على المستوى السياسي وصولا إلى الأمني. فعلاقات سوريا هي مبنية أيضا، بناء علاقات سوريا ستكون مبنية على أسس ثابتة وراسخة، وأعتقد يعني دول الإقليم بشكل عام هي معنية بشكل كبير بإعادة الاستقرار إلى سوريا، فهي تساعد الشعب السوري على عكس ما يتم ترويج له من خلال بعض الأصوات التي دعني أسميها المعطلة. هذه الأصوات المعطلة ليس لها دور كبير، وإنما هي تحاول تجاذب بعض المكونات السورية من خلال اللعب على وتر الطائفية وغيرها. لكن مع وجود قانون ناظم يحفظ لأبناء الشعب السوري بمكوناته المختلفة حقوقهم وواجباتهم، أعتقد من شأنه أن يحد كثير من الأزمات. لكن هذا لا يعني بأن يكون هنالك إفراط أو تفريط سواء كان في الداخل أو خارج، وكلاهما هدف استراتيجي للوصول إلى بر الأمان للحكومة السورية القادمة. هذه الأصوات المعطلة يعني ما الذي تريده بالضبط؟ نحن نتكلم عن أصوات معطلة كانت يعني إلى فترة ما يعني هي في مسار الثورة السورية، أو بأقل تقدير هي ضد النظام البائد.
لكن ما الذي تريده؟ يعني حقيقة هاي الأصوات المعطلة، يعني أنت تكلمت عن موضوع نعم هي إشكالية ومطروحة ولها حضور على وسائل التواصل، ما الذي تريده هذه الأصوات؟ أعتقد بأن تلك الأصوات هي تريد إعادة إنتاج النظام بطريقة أو بأخرى، وهي تعاني من أزمة حقيقية، والأزمة التي تعاني منها هي أزمة الأسدية السياسية التي كانت من خلالها تدار تلك الدولة السورية البائدة. ولكن اليوم عندما نتحدث عن إدارة متوازنة أعتقد الأمر يختلف كليا، بدلالة أن هنالك الكثير من الأصوات اليوم نسمعها في داخل العاصمة السورية دمشق وباقي المحافظات السورية، يعني تعارض نظام الحكم القائم، وربما هنالك بعض الأصوات يعني تعلو بين الفينة والأخرى. لكن عملية التجاوب من قبل الحكومة السورية الحالية في التعاطي مع تلك الأصوات أعتقد كان إيجابيا، سواء كان على مستوى الأمن أو حتى على مستوى التحركات والتجاذبات المحلية والإقليمية والدولية. لا سيما على سبيل المثال، لن نتحدث بالتفاصيل كثيرا، مسألة التعاطي مع أزمة جرمانة قبل أيام والطلب الكيان الاحتلال الإسرائيلي بأن يقوم بحماية هذه المنطقة، بينما ما لاحظناه الوعي الجمعي الذي تم تشكيله سوريا، أتحدث عن إعادة بلورة الهوية السورية، كان له دور حاسم في عملية إنهاء هذه الأزمة ورفض أي تدخل خارجي. طبعا هذه حلقة الوعي التي نتحدث عنها هي مسؤولية جماعية على المستوى الإعلام والسياسة وحتى في إدارة الدولة وتعاطي الدولة اليوم. أنا أعتقد حسب متابعتي وقراءتي وطبيعة التحركات التي تجري، أعتقد هنالك تعاطي متوازن بالرغم من وجود صعوبات كبيرة ومعوقات محلية إقليمية دولية لدى بعض من يتجاذب تلك المكونات، إلا أن آلية تفكيك تلك الأزمات يؤكد على أن هنالك حالة من الوعي المستدام لدى من يقوم بإدارة الحكم في سوريا اليوم. أستاذ حمد، اليوم الشارع السوري يركز على ملف إعادة عجلة الحياة، يعني بطبيعة السوريين بالإجمال يريد إعادة عجلة الحياة، تحقيق عدالة انتقالية، الاقتصاص أو تحقيق القصاص العادل، إرجاع حقوق الناس، الإعمار وما إلى ذلك. يعني لا يهمه بطبيعة الحال أن يكون مثلا هذا الوزير كردي، درزي، علوي إلى آخره، يهمه الإنتاج، الكفاءة. الدول الغربية وهنا تحديدا عن الدول الأوروبية لماذا تربط ملف النهضة والبناء بشكل الحكومة؟ يعني لا تهتم به كما يقال بالمضمون، إنما تعلق على قضية والله هذه الحكومة كم فيها علوي، كم فيها كردي، كم فيها درزي، هذا وكأنه إذا حققت هذه المحاصصة خلاص سوريا أصبحت في بر الأمان. يعني أستاذ الكريم، هو الشعب السوري بطبيعته، من يعرف تاريخ الشعب السوري، الشعب السوري حقيقة لا يتسم بالاحتقانات الطائفية والعرقية أو العمل على هذا الأساس، على الرغم من ما مورس عليه طيلة 60 سنة من زرع هذه الشروخ، يعني من خلال عمليات كثيرة كانت سابقا. أثناء فترة الاستقرار الأمني في سوريا كان النظام يمارس حقيقة الضغط على بعض الأقليات العرقية مثل الكرد يعني تحديدا، حتى يحدث شرخا كبيرا بين العرب والكرد. في أثناء فترة الثورة السورية مارس أيضا ضغطا بهذا الاتجاه على مكونات الشعب السوري من خلال تحويله للصراع مع الشعب نتيجة اندلاع ثورة شعبية إلى صراع طائفي من خلال استخدامه للطائفة العلوية، وبالتالي تخويفه لباقي الأقليات العرقية والدينية، مما يعني كرس هذه الشروخات التي أحدثها هذا النظام. لكن مجرد سقوط هذا النظام، إذا ترون أن وانجلاء الغبار، أن الغبار ليس فقط انجلى عن الحقبة السوداء التي حكمت سوريا، أيضا انجلى الغبار ليظهر حقيقة الشعب السوري على أنه شعبا ليس طائفيا، شعب لا يمارس حياته على هذا الأساس. وإلا لو كان طائفيا، ما الذي كان يمنع الشعب السوري من الانقضاض على كل تلك الطوائف التي مارست القتل الشنيع بحق الشعب السوري؟ هذا القتل الذي أنتج 1,000,000 شهيد من طائفة بعينها، حتى لا أسمي طائفة، إنما من الأمة الإسلامية، لأن السنة هم الأمة وليسوا طائفة حقيقة.
وتشريد يعني ما يقارب 15 مليون من أبناء هذا الشعب المسلم، تدمير أكثر من نصف المدن السورية على أساس طائفي. أمام هذا الهول الكبير من الممارسات بحق المسلمين خلال 14 عام من عمر الثورة السورية، وكل هذا لم يدفع الشعب السوري المسلم من القيام بهجمة انتقامية واسعة النطاق على كل أولئك الذين مارسوا. المجتمع الدولي حقيقة عندما يعني يركز على شكل الحكومة القادمة في سوريا أو على شكل الدولة القادمة في سوريا، ويريدها أن تكون دولة محاصصات على النموذج العراقي أو النموذج اللبناني، هو لا يريد لهذه الدولة أن تتقدم، ولا يريد لهذا الشعب أن ينهض من كبوته، ولا يريد لهذا الشعب أن يحسن من مستواه المعيشي والاقتصادي، بل على العكس تماما. المجتمع العالمي الذي يريد هذا النموذج هو يدرك أن هذا النموذج معطل لحياة الشعب، معطل لبناء الدولة. ويعني هنا السؤال يكمن: لماذا هذا المجتمع الدولي يريد هذا النموذج لسوريا؟ هناك المعادلة الإسرائيلية. نعم، هناك المعادلة الإسرائيلية في المنطقة العربية. سوريا كما تعلمون تشكل موقعا جيوسياسيا هاما بالنسبة للمعادلة الإسرائيلية، وبالتالي نهوض الشعب السوري وانتقاله إلى حالة نموذجية تشبه الدول المتقدمة والمتحضرة والدول القوية في العالم يشكل تهديدا مباشرا لأمن الكيان الصهيوني، يشكل تهديدا مباشرا لنموذج إسرائيل الذي يعني يصدر زيفا إلى العالم على أنه نموذجا ديمقراطيا. هذه هي المعادلة الحقيقية في عدم إرادة المجتمع العالمي لأن تكون هناك حكومة في سوريا متجاوزة للمحاصصات، تعتمد على الكفاءات في نهوض الدولة السورية. هذا هو الواقع. طيب، سوريا كما تكلمنا عن هذه الدول التي لا تريد لسوريا أن تنهض وتحاول أن تعرقل مرحلة النهوض. سوريا لا تستطيع مواجهتها، طبعا الكيان على رأس هذه الدول الكيان الإسرائيلي لا تستطيع بمفردها. يعني سوريا الآن في أضعف حالات، يعني خارجة من الإنعاش. تمام. يعني هل فعلا حاليا هي بحاجة لحلف إقليمي حقيقي مع الدول التي دعمت الثورة السورية مثل الجارة تركيا؟ هناك حدود مشتركة، هناك مصالح، هناك ما إلى ذلك، وتعاون مشترك قبل يعني أثناء فترة الثورة، وبالإضافة للدول العربية المؤثرة. يعني هي بحاجة، يعني أصبحت أن تدخل بحلف قوي. يعني بعض الناس تقول بدون هذا الحلف لا يمكن أن تواجه المخططات الدولية أو المخططات الإسرائيلية، تحتاج إلى كما يقال سند قوي. نعم أستاذي، الشعب السوري بشكل عام والقيادة الجديدة كما تعلمون فعلا ورثت بلدا مدمرا بكل معاني كلمة التدمير حقيقة، إن كان على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي أو على المستوى المجتمعي. يعني على المستوى الاقتصادي حقيقة ورثنا بلدا فارغ الخزينة، بلد يعني مستوى المعيشة فيه ليس دون خط الفقر، إنما بدرجات كبيرة جدا تحت خط الفقر حقيقة نتيجة ممارسات النظام السابق. على المستوى المجتمعي كما ذكرنا، يعني نتيجة ممارسات نظام الأسد الطائفية في عملية القتل والتدمير والتهجير، وضعت الشعب السوري أمام خيارات صعبة كما تعلم، وبالتالي كل هذا يؤثر على عملية النهوض بمفرده. على المستوى السياسي كانت هناك قطيعة مع العالم نتيجة يعني وجود ذلك النظام الساقط في سوريا. السوريين ليس فقط حقيقة يحتاجوا إلى من يسندهم إقليميا من الناحية العربية أو حتى من الناحية الأخرى كتركيا مثلا كدول إسلامية. شوف، أنا أريد أبشر الشعب السوري على هذا الصعيد. يعني من حسن حظ الشعب السوري على الرغم من كل ما أريد له من مساوئ من قبل يعني قوى محلية وقوى إقليمية وقوى دولية، إلا أنه انتصار الثورة السورية تزامن مع أمرين هامين، وهو
انهيار المشروع الإيراني الذي هو المشروع الأصيل في إرادة عدم الاستقرار لسوريا والمنطقة، المشروع الذي يعمل حقيقة من أجل تغيير وجه هذه المنطقة وتدمير شعوبها. كما تعلمون يعني مارست طيلة عشرات السنين إيران على العراق وعلى سوريا على مستوى تدمير المجتمع من خلال المخدرات، من خلال نشر الطائفية. هذا المشروع الإيراني انكفى. على الجانب الآخر إسرائيل حقيقة التي هي معنية أيضا بدرجة مهمة بأنه لا تنهض هذه الدول التي على تماس مع هذا الكيان، هي تعاني أزمات خانقة على خلفية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. حكومة نتنياهو يعني تعاني أزمة داخلية، تعاني أزمة ثقة أيضا فيما يتعلق بما أنجزه في غزة رغم الدمار الذي لحق بغزة نتيجة الآلة العسكرية الهدامة لإسرائيل، هذه الآلة العسكرية المتطورة والفتاكة، إلا أنه على الواقع العملي فيما يخص المشروع الإسرائيلي لم ينجز شيء. يعني حتى يعني ما طرحه ترامب على مسألة الترانسفير لم تلقى يعني قبولا من دول المنطقة. لكن نتنياهو صرح يوم أمس أنه نحن مستعدون لفتح 7 جبهات جديدة. 7 جبهات جديدة. هذا الكلام دعائي موجه للمجتمع الداخلي الصهيوني حقيقة نتيجة الأزمات الخانقة التي تعيشها حكومة الكيان كما ذكرت لك. وإلا لو كان صادقا في كلامه ألم يعلن قبل أيام بأنه لن نسمح بقوات الدولة السورية بأن تدخل جرمانة في دمشق، وأن إسرائيل ستتصرف عسكريا إذا دخلت هذه القوات الأمن العام للدولة السورية دخلت وبتوافق مع أبناء الطائفة الدرزية، والأمور تسير على ما يرام. ونتنياهو لم يستطيع التصرف لأنه يعلم أنه يعيش أزمة داخلية وأزمة حتى مع العالم الخارجي حقيقة. وبالتالي يعني سوريا أمام حظوظ، لكن هذه الحظوظ حتى تنفذ واقعا على الأرض فعلا كما ذكرت يجب أن تقف إلى جانبها الدول العربية وأن تقف تركيا والدول الإسلامية، لأنه كما ذكرت لك ورثنا بلدا مدمرا. يعني هذا فضلا على أن ثروات سوريا الحقيقية التي يمكن أن تنهض بسوريا لا زالت تحت سيطرة يعني فصيل انفصالي وهو تنظيم قسد الذي لا زال يرعى بالحماية الأمريكية. وبالتالي يعني نحن أمام حاجة ملحة إلى تعاون المحيط الإقليمي. طيب أستاذ مصطفى، الأستاذ حمد تكلم عن التعاون مع المحيط الإقليمي ولا سيما المحيط العربي. اليوم الرئيس الشرع أظن حاليا وصل القاهرة للقمة العربية التي ستعقد، يعني ما هو مرجو منها فيما يخص سوريا؟ تستخدمها حكومة دمشق والتي تبدأ بتحالفات. هذه التحالفات بمستويات متعددة. مستوى التحالفات الاستراتيجية ربما هنالك الطريق الأول هو باتجاه تركيا، أما التحالفات الأخرى إذا ما رتبناها هنالك أيضا تحالف مع واشنطن لما يخص مسألة وجود قسد على سبيل المثال. فهذا التحالف مبني على أن يكون هنالك دورا للحكومة السورية وإنهاء ملف قسد بشكل كامل. وتحالفات الضرورة التي نتحدث عنها أيضا هي مكملة لذلك. بناء على ذلك أنا أرى بأن هنالك رسائل، على سبيل المثال جامعة الدول العربية وأهمية دور جامعة الدول العربية وتهديد الأمن القومي السوري والعربي من خلال وجود إيران. وتحدث قبل قليل الضيف من خلال اقتلاع مشروع إيران من سوريا سيمهد لاقتلاعه أيضا من لبنان وأيضا من العراق. فبالتالي الحفاظ على تلك المكاسب التي حققها الشعب السوري لجامعة الدول العربية تعتبر أولوية له، وبناء عليه يجب دعم سوريا في هذا الخصوص. لاحظنا ذلك من خلال زيارة نائب رئيس الاستخبارات السورية إلى المملكة العربية السعودية ولقائه بوزير الداخلية ورئيس الاستخبارات وبحث طبعا أهمية التعاون الاستخباري لما يخص مسألة متابعة شبكات تهريب المخدرات التي كانت في سوريا. وتقاطع تلك المعلومات هو هدف استراتيجي للمنظومة العربية بشكل عام. فبالتالي دعم المنظومة العربية أو جامعة الدول العربية
للنظام السوري هو هدف استراتيجي لهما، وكذلك أيضا تشكيل لوبي ضاغط من خلال جامعة الدول العربية، وهنا نتحدث عن الدور المهم لكل من المملكة العربية السعودية وكذلك أيضا دور قطر إضافة إلى دور الكويت وكذلك أيضا مصر. هذه الدول يعني والأردن، هذه الدول أعتقد لديها يعني قدرة على التأثير الدولي واستثمار تلك القدرة، أعتقد سينعكس إيجابا على الواقع السوري بشكل عام. وبناء علاقات الشراكة التي أتحدث عنها من الممكن أن تؤثر حتى على مستوى حياة المواطن في يعني الأيام القليلة القادمة، لا سيما وأن هنالك حالة من الانفتاح على المنظومة الدولية بشكل عام، وستمهد هذه المنظومة أو جامعة الدول العربية أن يكون هنالك دور كبير وضاغط بشكل يعني مباشر حتى على واشنطن. نتحدث عن العقوبات على سبيل المثال، قانون قيصر الذي كان يستهدف النظام وزال النظام، وعملية تفكيك هذا القانون يتطلب جهود ليست فقط سورية وإنما جزءا منها سورية وإن كانت هي الأهم، لكن باقي الجهود العربية هي مهمة جدا، لا سيما وأن سوريا اليوم هي بحاجة على سبيل المثال النفط، واليوم سوريا بحاجة لهذا النفط، لكن مناطق هي منابع النفط هي خارج نطاق سيطرة الدولة. لاحظنا ذلك من خلال التعاون المملكة العربية السعودية وكذلك أيضا المملكة الأردنية الهاشمية في إيصال وقود إلى سوريا، وإن كان لا يكفي، لكن هو بمجرد وجود يعني خطوط تواصل ما بين حكومة دمشق وكذلك أيضا الدول الإقليمية هو هدف استراتيجي لإنقاذ سوريا، وأعتقد هو أيضا ينعكس إيجابا حتى على دور المنظومة العربية في مواجهتها للتحديات لكل من الكيانين الإيراني والإسرائيلي. شكرا لك أستاذ مصطفى. في نهاية وصلنا إلى نهاية البرنامج، نشكر ضيفينا من لندن الباحث حمد شاب الطلاع، ومن هاتاي الكاتب والمحلل مصطفى النعيمي. شكرا لكم ضيفينا وشكرا لكم مشاهدينا الأعزاء. إلى حلقة جديدة في شؤون سوريا، بأمان الله. معنا سين سعادة